فيأتي اليوم من يقول أشغلت الناس توحيد توحيد، عقيدة عقيدة، وأنت لماذا غضبان؟ ألا يفرحك أن يدعى الناس إلى التوحيد؟ فلا إله إلا الله نذكر بها صباح مساء، 5 مرات نذكر بها عندما ينادي المنادي للأذان، وبعد أن ينتهي من الأذان وقد ردد لا إله إلا الله ماذا نقول؟ اللهم، هذا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رب هذه الدعوة التامة. فالأذان دعوة تامة، دعوة كاملة تردد على أسماعنا 5 مرات. نحن بحاجة أن نذكر بشأن التوحيد وأمر التوحيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على الصحابة ويذكرهم بالتوحيد، بل يخاف عليهم من الشرك. ما الدليل على هذا؟ ذات مرة كان هو مع صحابته صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لهم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. وسيأتي معنا هذا الحديث. الخائف هنا من هو؟ أجيبوا، رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمخوف عليهم من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم. والأمر المخوف الشرك. بعض الناس اليوم لجهله يقول أشغلت الناس توحيد 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 توحيد، إنا أهل توحيد وإنا بلاد توحيد وإنا موحدين، حنا مشركين. هذا بسوء فهمه قال هذا الكلام، أو لخبث قصده قال هذا الكلام، فهو بين جهل أو صاحب هوى وبدعة صد عن التوحيد لخبث. نقول هذا الحديث فيه تذكير للأنبياء والمرسلين، وفيه خوف من النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته. فكيف نحن لا نخاف على أنفسنا إذا كان إبراهيم يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ومع ذلك وقع من بنيه من وقع في الشرك؟ أنقذ الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أين أبوه وجده وأجداده الذين وقعوا في الشرك؟ أليسوا هم أبناء إبراهيم؟ أجيبوا، بلى والله. لكن خطورة الشرك الأصنام. في الطوفان قد أزالها الله بعد نوح، وإبراهيم قد هدمها إبراهيم، وعاد الناس لعبادة الأصنام. لما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حول الكعبة 360 صنم، واللات وعزى ومنات ونائلة، وقبلها ياقوت ويعوق ونسرى، أصنام يعود الناس إليها. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والآن اتخذت الأوثان. ما هي الأوثان؟ القبور. العالم الإسلامي فيه نحو أكثر من 20,000 قبة ومقام ومزار يستغاث بها ويذبح عندها وتسأل من دون الله. الآن في عصرنا هذا غالب البلاد إلا ما رحم الله توجد فيها هذه الشركيات علانية، ويذبح عندها لغير الله، ويطاف بالقبر كما يطاف بالكعبة، ويسألون محض حق الله. فيأتيهم الآتي يا ولي الله مدد، اشف مريضي، رد غائبي، اقضي حاجتي، فرج كربتي. يسألونهم من دون الله. هذا هو الشرك.
ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الظالمين هنا أي المشركين. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وهو أعظم ذنب عصي الله به. هذا خطر. فيأتي اليوم من يقول أشغلت الناس توحيد توحيد، عقيدة عقيدة، وأنت لماذا غضبان؟ ألا يفرحك أن يدعى الناس إلى التوحيد؟ لم نجد من يقول أشغلت الناس، هذا حرام، الربا حرام، الزنا حرام. نعم، هي كلها محرمات، ومن حذر الناس منها على أجر عظيم. لكن لماذا يحذر من هذه الشهوات وإذا حذر من الشبهات والانحراف العقدي تجد بعضهم أشغلت الناس شرك شرك بدعة بدعة، وهو من أول العام إلى آخر العام يخطب ويتكلم في المعاصي أو في المنكرات دون أن يتعلق إلى الشرك أو إلى البدع والأهواء. أيها أهم وأولى أن يحذر الناس منه؟ الشرك لا شك، ولكن كما سبق إما لجهله أو لخبث قصده. نعم.